ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. لقد قاتلنا الإنجليز عندما دخلوا أرض البصرة، وعندما أوفد سماحة آية الله العظمى الشيخ الشيرازي الله يقدس روحه الجنة، وأوفد السيد محمد سعيد الحبوبي، وهذا من باب ليس من باب التبجح وإنما من باب الحقيقة. عندما أوفد سماحة السيد محمد سعيد الحبوبي المتوفي سنة 1916 لمقابلة بدر ويحثه على الجهاد ضد الإنجليز، كان بدر الرميض مجالسة الله يرحمه المرزع نايم. فعندما دخل السيد الحبوب إلى مضيف بدر قال: جئت أزور بدرا فوجدت بدرين، يعني اجى يزور بدر الرميض ولقى يمه البدر الثاني اللي هو مرزة الله نايم. وكان القتال على ظهور الخيل بالشعيبة، وهذا شيء الجميع يفتخر به. الشيء الآخر، عندما أعلن سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني بفتواه الجهادي لمقاتلة الدواعش، هبينا وشكلنا لواء، وكان يقود هذا اللواء الأخ ناظم فارس الرميض، وتوجهنا إلى المحافظة. وتدري احنا عندنا عادات وتقاليد اللي هي الهوسة أو الأهزوجة. وجانا الحج أبو سامي حج منور وقال: وين متجهين؟ قلت له: حج احنا استعجلنا، لكن هدفنا مو المحافظة، هدفنا نط طابع إعلامي، وإن شاء الله نقاتل الدواعش في خط الصد. وتوجه فوجنا أو توجه لوانا لمقاتلة الدواعش، واللي يقود الأخ ناظم، وقاتلوا الدواعش في خطوط الصد في جرف الصخر، وأعطينا شهيد الأخ سعيد الرميض. وسعيد الرميض إلى منزله وإلى مكانه، وبصراحة أول واحد أنا أفتخر بشجاعته، وأخوان الموجودين وياه، وهزموا الدواعش من جرف الصخر. والآن زوار الإمام الحسين عليه السلام عندما يتوجهون بالأربعينية طلقة ما ثارت، بجهود من؟ بجهود أبناء الحشد المقدس، اللي لو ما وجودهم ما بقينا ببيوتنا، ولا واحد زار الثاني، ولا واحد سيرث على الثالث. الشيء الآخر، قاتلنا الدواعش في سيد غريب وفي مطيبيجة، واتجهنا إلى الموصل. وكان أحد أبنائنا أو أحد أخواننا الأعزاء اللي سقط مضرجا بالدماء، اللي هو الشهيد السعيد أبو تحسين الصالحي. وأنتم تعرفون كل الزين، العراق أو غير العرب، مستوى العرب أو على مستوى القطر اللي هو انعرف فعله عندما حمل قناصته وقاتل. ويمكن عندكم علم بأن قتل أكثر من 300 وكسر من الدواعش، وهذا شيء يفتخرون به كل الجنوب، بل كل العراقيين. وأخواني طبعا الأخ ناظم توجه من محافظة الدقاق، من الناصرية، من لواء المنتفج إلى محافظة البصرة. محافظة البصرة المحافظة العزيزة على قلوبنا، وبها أخواننا وعمامنا وأهلنا. فأنا أشكركم جزيل الشكر على حضوركم هذا، وأشكركم على
تلبية عزيمة الأخ أبو فهد، وأشكر الأخ أبو فهد، وإن شاء الله توصلون سالمين غانمين إلى بيوتكم وعوائلكم. وأنا اللي أرجو من عندكم الاهتمام بالأخ ناظم، وهو مرشح على قائمة الفتح اللي هي قائمة الحشد الشعبي. وأشكركم وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.